هل خلاص سيناء هتروح مننا وصفقة القرن خلاص بدأت تتنفذ؟ توتر الأحداث في الفترة الأخيرة بقى سريع جدا. إسرائيل جمعت 300 ألف جندي من قوات الاحتياط وبدأت في قصف جو غزة، وفي نفس الوقت أمريكا بعتت حاملة الطائرات دي علشان تساند إسرائيل. لو فاكر إنها عادية، للأسف حابب أقول لك إنها أكبر حاملة طائرات في العالم، واللي فيها أكتر من 76 طائرة حربية و5000 مقاتل. اسمع كده الكلمتين دول واللي هتعرف منهم إن الموضوع مش وليد اللحظة، وإنه بيتخطط ليه من زمان. أين يفر سيد كداب؟ إلى مصر. مصر متأخر مصر ليست ملجأ لهؤلاء. غزة هي مكانهم ووطنهم. مصر ليست وطنهم. الموضوع اتعرض على مبارك زمان واللي رفضه بشكل قاطع. إسرائيل عاوزة تزق غزة، انتوا حطوهم في سيناء. هذه مرة نتنياهو اللي احنا لو نسيب الناس بتاع غزة دول نشوفهم حتة كده جيت بشارة على سيناء وحتة فين. أنا أصلي دول عندنا انسى الموضوع ونفرجك بعض، هتبقى مشكلة بينه وبين بعض. لا هو قالها كده دمع قوية نط انتوا قدام فين؟ قال لي احنا حلو وبحط على ايده على سيب. قلت له لا انسى الموضوع، انت عاوز تبقى حرب بينه وبينك تاني. الخطة باختصار هي سياسة الأرض المحروقة، خنق غزة من كل الجهات وقصف عمليات عسكرية ضخمة تدفع أهل غزة إنهم يقتحموا الحدود المصرية ويدخلوا سيناء. طب إيه هدف إسرائيل من المخطط دوت؟ بمنتهى البساطة إنها تقدر تستولي على الجزء اللي فاضل من الأرض، إنها كمان تنهي حاجة اسمها مقاومة من الأساس. الموضوع مش أول مرة يحصل. في 2008 إسرائيل حصرت القطاع وقطعت كل احتياجات القطاع من غذاء ووقود، علشان بعدها أهل غزة يفجروا الحاجز الحدودي اللي بيننا وما بينهم. ودخل ساعتها الأراضي المصرية مئات الآلاف من الفلسطينيين لحد ما وصل العدد ل1.4 مليون، علشان بعدها إسرائيل تقفل الحدود وتمنع رجوعهم تاني لأرضهم، علشان بعدها بشهور يرجعوا تاني بالعافية بعد محاولات من مصر. فالموضوع مش جديد يعني، لكن إيه السيناريوهات اللي ممكن تحصل الفترة اللي جاية؟ استمرار القصف شوية وبعدها الوضع يهدى تاني لو السيناريو المخطط ليه ما تنفذ، ومش هيتنفذ بإذن الله. أما السيناريو التاني هو بدء إسرائيل للعملية العسكرية، اللي بالمناسبة كل ده هي لسه ما بدأتهاش، ده مجرد قصف جوي. وساعتها اعتقد هيكون اغبى قرار هتعمله اسرائيل في حياتها، لان ساعتها ده هيكون في صالح فصائل المقاومه اللي هتقلبها لحرب عصابات، واللي بيكون صعب جدا على اي جيش نظامي انه يحارب بالشكل ده، خاصه في شوارع غزه اللي قدامنا دي، وبالذات ان المقاومه يمكن تكون مجهزه ليهم مفاجات احنا ما نعرفهاش. فلسطين هتفضل هي الشغل الشاغل لينا كمصريين، وكمصر اللي هي اكتر دوله عربيه شالت كتير. احنا هنا بنرحب باي حد، واسالوا ال10 مليون ضيف اللي عندنا، واللي لو سالت اي حد فيهم هتلاقيه انه خلاص بقى كانه صاحب مكان. لكن الامر هنا مختلف. خروج الفلسطينيين من ارضهم معناها للاسف نسف كامل القضيه الفلسطينيه، وانهم عمرهم ما هيرجعوها تاني. ثانيا، صعب نتقبل فكره انك تتخلى عن جزء من ارضك مهما كانت الاسباب. الارض اللي لسه كنا بنحتفل ب50 سنه على رجوعها اللي كان ثمنه مصريين ماتوا وسال دمهم على رمل الارض ديت، وبلد دفعت ولسه بتدفع ثمن كبير جدا قصاد دوت. الفتره اللي جايه ممكن نشوف ضغط ضخم على مصر، سواء في محاوله جر رجليها الحرب او ضغوط اقتصاديه من كل الاطراف، او على الاقل الضغط على النظام بمحاوله تحريك الشارع. لكن اللي مطمني برغم الظروف والاوضاع الاقتصاديه السيئه ديت ان الاوضاع داخل مصر مستقره وامان الحمد لله، وان في استباق وتجهيز لكل سيناريو في الدوله. دوله عمرها الاف السنين وعندها شعب ذكي جدا، واستباق لكل حدث بالتجهيز ليه، والاهم الثقه وعدم الانجراف او التاثر باللي بيتم اشاعته. واخيرا ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين، واعيش لليوم اللي ادخل فيه القدس باذن الله.